تحت طلب المتابعات ديالي درت لكم الوصفه تاع دونر الكباب التركي اللي راهو داير حال على مواقع التواصل الاجتماعي وراهو الترند. وصراحه ما كنتش ناويه نديرو، مي كي دومونديتو مني ما حبيتش نخليه لكم في خاطركم. في اخر الفيديو نعطيكم رايي فيه. اول حاجه نديرها نجيب حبه تاع بصل تكون كبيره، راح نقطعها بهذه الطريقه. راح نستعملوا الاشواق. بالنسبه للناس اللي ما عندهمش الاشواق عادي تقدروا تسكرفجوا كامل المكونات في لاغاب. دونك راح نضيف عليه 3 حبات تاع الثوم، ومن بعد ناشيه بالاشواغ حتى وين يطاشالي يكون فريمون ناعم. كما سبقت قلت لكم اللي ما عندهاش اشواغ عادي تقدر في لاغاب، المهم ترحي كلش يكون ناعم. من بعد لهنا حنجيب كميه من لافيونداشي. انا كانت عندي حوالي 150 الف تاع لافيونداشي، تحتاجوا غير لافيونداشي لهاد لاغيسيت. البولي ماهوش راح يجي مليح. ندير 2 مغارف كبار تاع ياغورت طبيعي، حوالي 2 مغارف كبار تاع الزيت نباتي، شويه تاع فلفل الكحل، الملح، وندير شويه تاع فلفل عكري اللي تقدروا ديروا بابريكا فومي، ودرت لهنا توابل خاصه باللحم. راح نعاود ناشيهم كامل في الاشواغ تاعي. صينو اللي ما عندهمش اشواغ تعجنوا كلش بيدكم حتى وين يتشكل عندنا هذا الخليط اللي يكون متجانس، وحتى اللون تاع لافيونداشي ديالكم راح يتبدل. دونك هذا هو القوام، راح يكون شويه تاع القروحو، يعني عادي ما تخافوش. من بعد لهنايا راح تحتاجوا لي بابي كويسون، يعني ضروري في هذه الوصفه. راح نجيب كميه من هذاك الكباب نحطه فوق ورق الطهي. من بعد راح نزيد نجيب ورقه واحده اخرى تاع ورق الطهي ونبدا نحل فيه بالحلال على السمك يكون رقيق. ما ديروهش رقيق او بوين وين يولي ترونسبارون، مي حلوه رقيق قد ما تقدروا لانه هاد الوصفه نحتاجوها رقيقه. من بعد لهنايا راح نحي لو بابي كويسون اللي كان من فوق، وبالنسبه للبابي كويسون اللي كان من تحت راح نديروا له بهذه الطريقه، راح يترولي لكم فاسيلمون. من بعد راح نحطوه في سنيوه بدون اي اضافات. تحبوا ديروا الخضر، انا درت غير طوماطيش هذاك واش كان عندي. مي اذا عندكم الفلفل تقدروا ديروا الفلفل. راح تاني يزيد لكم في البنه تاع الساندويتش ديالكم. دخلوه على 200 درجه، نشعلوا من التحت لمده حوالي 15 دقيقه هكذاك. من بعد لهنا راح نجي نجهز الصلصه اللي حنرافقها مع هذا الكباب. لهنا حندير كيله تاع لا مايونيز، يعني كيلو بوش حبيتو، مع كيله تاع الطحينه. راح نضيف عليهم مغرفه كبيره تاع لا موطارد، ونزيد معاهم حفنه تاع المعدنوس، ونزيد تاني حوالي مغرفه كبيره تاع الخل. ديروا خل بالثوم يعطي لكم بنه مليحه. راح نضربهم كامل بلو بغا ميكسور حتى وين يتشكل عندي خليط كريمي يكون تاع القروح شويه. اذا شفتوها الكريمه ديالكم تشكلت لكم ثقيله تقدروا تزيدوا لها حوالي 2 مغارف تاع الماء، المهم تكون تاع القروحه بهذا القوام. من بعد لهنايا الدونر الكباب ديالي كان طابلي. لهنا ما طابليش انا 100%، مي كنت رايحه نزيد نحمرو في لو فور، دونك نحيتو من هذاك لو بابي كويسون راح يتنحى لكم بكل سهوله. من بعد جبت مقص وقطعته بهذه الطريقه، تقدروا تخلوه يدفى شويه من بعد تقطعوه بيدكم، يعني حاجه سهله بزاف. المهم تقطعوه بهذه الطريقه. من بعد لهنايا شفت بزاف الناس يقولوا بلي جانا ناشف ولا يابس. دونك هذه استوس باش ما يجيكمش ناشف ويابس. ديروا له من الفوق لا مارغرين ولا زبده ودخلوه يتحمر، وما ديروهش الفوق كامل هكذا باش ما يتحرق لكمش. دونك خلوه يتحمر بعقله. كي يتحمر لكم راح يكون عندكم ابن كباب تقدروا تذوقوه. فرانشمون ما كنتش ناويه كامل ندير هذه الوصفه، مي كي دقتو ما ندمتش اللي درتها. دونك لهنايا راح نجيب الخبز اللي حبيت، تقدروا ديروا خبز تورتيلا ولا خبز عربي، ولا تقدروا ديروا هذا المطلوع اللي كنت شاركت الوصفه ديالو معاكم. ومن بعد لهنايا راح ندير كميه من هذيك الصلصه اللي كنت خدمتها معاكم، شويه تاع البصل اللي كنت خلطت له شويه المعدنوس، ندير هذيك الطوماطيش اللي حمصتها داخل الفور. ومن بعد كنت درت مخلل هذاك الكبير اللي يديروه هما في الساندويتشات ديالهم، ودرت كميه من هذاك الكباب اللي يجي قرف بنين. صراحه في الدار كامل عجبنا هذا الطبق وما ندمتش اللي درته، وان شاء الله نزيد نعاودو. نتمنى تعجبكم الوصفه وتجربوها وتشاركوني التطبيقات ديالكم. ما تنسونيش بجيم او كومونتير. باي باي.